تخيل أنك تقف أمام الشواية، وأمامك مباشرة قطعة لحم طازجة تبدو مثالية ورائحتها زكية لا تقاوم. لقد قمت بهذا الأمر آلاف المرات. تطبخ اللحم، تجلس، ثم تأكل. والآن إليك سؤالا قد يبدو غريبا في بدايته: لماذا كانت تلك القطعة من اللحم مستخرجة من بقرة وليس من أسد أو ذئب أو نمر أو قرش؟ نحن نصطاد الحيوانات وناكلها، وقد دأبنا على ذلك منذ الأزل، غير أن هناك عائقا لا يمنعنا، عائق محدد لم نكن نتساءل عنه حقا. والسبب ليس كما تظن. يعتقد أغلب الناس أن الأمر مجرد مسألة ثقافية أو من باب المحرمات. نحن لا نفعل ذلك، لكن هذا ليس سوى القشرة الخارجية. ففي الجوهر هناك سبب بيولوجي، وسبب كيميائي، وسبب متأصل في عمق ذاكرتك التطورية، لدرجة أن جسمك كان يعرف إجابته مسبقا قبل أن يؤكدها العلم. ابق معنا حتى النهاية، لأن الجزء الأخير لا يتعلق بالحيوانات المفترسة أساسا، بل يتعلق بك أنت وبمكونات جسدك. دعنا نبدأ بالسؤال الأكثر بداهة: هل يمكنك أن تأكل أسدا لو أردت ذلك؟ الإجابة هي نعم. تقنيا، لحم الأسد ليس ساما بالمعنى الذي قد تكون عليه الفطر السام. لن تسقط ميتا من لقمة واحدة. لقد أكل بعض الناس لحم الأسد تاريخيا، كما تناول بعض الصيادين الأصليين لحم الذئب. وهناك روايات لأشخاص قاموا بطهي لحم الدب والتمساح والقرش. إذن اللحم موجود والخيار متاح، ولكن هناك سبب يجعل تكاد لا توجد أي ثقافة على وجه الأرض تنشئ تقاليد حول أكل الحيوانات المفترسة. وهذا السبب يتمثل في أحد أروع القوانين الطبيعية، والذي يعرف بقاعدة 10%. إليك ما تعنيه هذه القاعدة: كلما انتقلت الطاقة صعودا في السلسلة الغذائية، ضاع 90% منها. فعندما تحمل ورقة العشب طاقة الشمس وتأكلها الغزالة، فإن الغزالة لا تحتفظ إلا بنحو 10% فقط من تلك الطاقة. أما الباقي فيحترق أو يفقد على شكل حرارة، أو يستهلك في حركة الغزالة وتنفسها. والآن يأتي الأسد ليأترس الغزالة، فيحدث الأمر ذاته، إذ يحتفظ الأسد بنحو 10% فقط من طاقة الغزالة. وهكذا عندما تجلس أنت في قمة السلسلة الغذائية، فإنك تتغذى على بقايا البقايا. فكر في انعكاسات ذلك عمليا: يحتاج الأسد إلى تناول ما بين 15 إلى 20 رطلا من اللحم يوميا لمجرد البقاء على قيد الحياة. إنها تكلفة هائلة وكمية ضخمة من الفرائس التي تستهلك في النهاية لمجرد إبقاء أسد واحد حيا. تخيل الآن أنك إنسان في العصر الحجيج، تشعر بالجوع وأمامك خياران: هل تخاطر بحياتك في قتال أسد مقابل 15 رطلا من اللحم منخفض الطاقة، أم تصطاد غزالة تكلفك خطرا أقل بكثير وتمنحك سعرات حرارية أكثر بكثير؟ كانت الحسابات واضحة، والإجابة بديهية دائما: أنت تقصد الفريسة لا المفترس. ولكن وهنا يكمن الغموض الأكبر، لأن مشكلة الطاقة لا تمثل سوى جزء من القصة. أما الجزء الآخر فهو خفي ومخفي داخل كل مفترس قمة حي اليوم، ويعرف بالتراكم الحيوي. وإليك كيف يعمل. تبدأ السموم في التسلل إلى السلسلة الغذائية من القاعدة، مثل الملوثات في الماء، والمعادن الثقيلة في التربة، والكيماويات التي تمتصها النباتات والكائنات الدقيقة. تأكل سمكة صغيرة آلاف الكائنات الدقيقة، وتمتص جرعة ضئيلة من السم في كل مرة، وهي جرعة لا تقتلها، لكنها تتراكم. ثم تأكل سمكة أكبر آلاف الأسماك الصغيرة، ليتركز السم هنا بجرعة أعلى وأكبر، وإن كانت لا تزال قابلة للاستمرار. وبعد ذلك تأكل سمكة مفترسة آلاف الأسماك المتوسطة، فيتضاعف تركيز السم مجددا. وحين تصل إلى القمة لا يصبح التركيز أعلى بقليل فحسب، بل قد يكون أعلى بملايين المرات مقارنة بالقاع. هذه ليست نظرية، بل حقيقة قابلة للقياس وموثقة. ففي عام 1966 درس عالم يدعى تشارلز وورستر حالات نفوق النسور على طول البحيرات العظمى. لم تكن النسور تسمم بشكل مباشر، بل كانت تأكل أسماكا امتصت مبيد DDT الكيميائي عبر السلسلة الغذائية بأكملها تحتها. وقد تركز هذا المبيد لدرجة أن بيض النسور كان يتشقق قبل أن يفقس. فلم تكن النسور تموت بسبب ما أكلته هي، بل بسبب كل ما تناولته غذاؤها قبله. هذا هو ما يستقر داخل كل حيوان مفترس: الزئبق، الرصاص، ثنائي الفينيل متعدد الكلور PCBS، والكيماويات الصناعية التي لا يستطيع الجسم تفكيكها. فهي تتراكم في الأنسجة الدهنية وتجتمع طوال عمر الحيوان. ولعلك شعرت بطرف خيط هذه الظاهرة بنفسك، فقد مسحت من قبل بتناول الأسماك مثل التونة بحذر. ليس لأن التونة خطيرة بحد ذاتها، بل لأنها سمكة مفترسة كبيرة. والأسماك المفترسة الكبيرة تقبع في مرتبة عالية بما يكفي في السلسلة لتجعل مستويات الزئبق فيها قابلة للقياس ومهمة وتستجيب المراقبة. والآن تخيل أكل كائن حي يحتل مرتبة أعلى بكثير: مفترس أرضي في القمة كالدب أو الذئب أو الحوت القاتل. إن الحمولة السامة داخل تلك الحيوانات ليست عالية فحسب، بل غالبا ما تكون استثنائية، ناهيك عن الطفيليات. فالطفيليات تحمل شيئا آخر بداخلها،
شيئا لن يرحب به جهازك المناعي على الإطلاق. تأكل الحيوانات المفترسة اللحم النيء باستمرار، وعليه فإن أنظمتها الهضمية وأنسجتها العضلية تؤوي طفيليات تطورت جنبا إلى جنب مع نمط الحياة هذا لملايين السنين. ومن أشهرها كائن دقيق يدعى التريكينيلا، والذي يعيش في الأنسجة العضلية للحيوانات آكلة اللحوم. وعندما يتناول الإنسان لحما مصابا دون طهيه لدرجة الحرارة المناسبة، تفقس اليرقات داخل الأمعاء وتهاجر إلى عضلاتك، فينتفخ جسمك وترتفع حرارتك وتشتد الأوجاع، وغالبا ما كانت الحالات التاريخية منها مميتة. يعد لحم الدب أحد أكثر المصادر توثيقا لطفيلي التريكينيلا في العالم، والدببة هي الحيوان المفترس الكبير الوحيد الذي أكلته البشرية أحيانا عبر التاريخ. وكل ثقافة أكلت لحم الدب أدركت تماما وجوب طهيه جيدا، ليس لمذاقه الأفضل، بل لأن عواقب إهمال ذلك كانت قاسية ووحشية. فكر الآن في مفترس قمة حقيقي، حيوان أمضى عقودا من الزمن وهو يراكم الطفيليات البيولوجية والسموم من كل ما استهلكه يوما. إن جسدك ليس مهيئا لذلك ولم يصمم ليتحمله أبدا، لكن الجزء الأكثر إثارة للدهشة يتمثل في وجود قوة أقدم بكثير من الكيمياء، قوة تطورت داخلك قبل زمن طويل من فهمك لأي من هذه الأمور، ألا وهي الاشمئزاز. فقد اكتشف الباحثون في مجال سلوكيات الغذاء البشري أمرا مذهلا، وهو أن البشر يمتلكون نفورا غريزيا تجاه فكرة أكل اللحوم المفترسة. إنه ليس شعورا ثقافيا فحسب، بل يظهر لدى الأطفال قبل أن يتم تعليمهم إياه، ويظهر عبر ثقافات مختلفة لم تتواصل مع بعضها أبدا. أمضى بول روزن وهو عالم نفس في جامعة بنسلفانيا عقودا في دراسة استجابة الاشمئزاز، ووجد أن البشر يصنفون لحوم الحيوانات المفترسة على أنها مقززة ومنفرة بعمق وعلى مستوى شبه عقلي. والتفسير تطوري بامتياز، فأجدادك القدماء الذين لم يشعروا بشيء تجاه أكل مفترس ماتوا أحيانا بسبب السموم أو الطفيليات أو الحمولة الكيميائية المحمولة داخل المفترسات، غير أن الأجداد الذين شعروا بمقاومة داخلية فطرية والذين وجدوا الفكرة غير مستساغة دون أن يعرفوا السبب هم من عاشوا، لقد نجوا ونقلوا هذا الشعور لمن بعدهم، فورثته أنت. في هذه اللحظة، إذا طلبت منك أن تتخيل تناول شريحة لحم ذئب شهية، فإن شيئا ما بداخلك سيتفاعل ويرفض قبل أن يكمل عقلك صياغة الفكرة. هذه ليست ثقافة، بل ملايين السنين من نجاة أسلافك في نفس المواقف التي قضت على الآخرين. إن شعورك بالاشمئزاز هو صوت ذاكرتك التطورية وهي تتحدث. ولكن إليك المفاجأة هنا، فليست كل الحيوانات المفترسة محظورة تماما، والاستثناءات تكشف عن حقيقة مهمة. فالبشر يأكلون الأسماك المفترسة بحذر، ويأكلون التمساح، ويأكلون الدب، ويأكلون القرش في بعض الثقافات، ويأكلون الحبار والأخطبوط وهي صيادة البحر الشرسة. وما تجمع بين هذه الكائنات هو أنها تقبع في مرتبة منخفضة بما يكفي في السلسلة الغذائية، أو أنها تستهلك بندرة كافية تجعل الحمولة السامة تحت السيطرة. القاعدة إذن ليست أنه لا يمكنك أكل مفترس أبدا، بل إن القاعدة تقول كلما صعدت إلى أعلى أصبح خطر التراكم أكثر خطورة. أما الحيوانات في القمة تماما كالأسود والذئاب والحيتان القاتلة والنمور فقد أمضت أعمارا كاملة وهي تكثف كل ما احتواه العالم من تحتها. إنها ليست مجرد حيوانات، بل هي إرشيفات حية لكل ما لامسته السلسلة الغذائية، وأكلها يعني استهلاك كل ذلك مضغوطا ومخزنا ومنتظرا. كان جسدك يدرك هذا، وأسلافك تعلموه بالطريقة الصعبة لكي لا تضطر أنت لتجربتها. والآن إليك الجزء الذي سيغير نظرتك إلى وجبتك القادمة. كل حيوان أكلته طوال حياتك من دجاج ولحوم أبقار وأسماك، كل واحد منها كان يقبع في مكان منخفض بما يكفي في السلسلة الغذائية، بحيث كانت الحمولة الكيميائية قابلة للتحمل، وكان خطر الطفيليات تحت السيطرة، وكانت استجابة الاشمئزاز القديمة لديك في حالة سكون. الطعام الذي تأكله كل يوم هو نتاج ملايين السنين من ضغوط الانتقاء والبقاء، لم تختره عشوائيا، بل شكلت تقاليدك الغذائية بأكملها بواسطة منطق البقاء الأقدم من اللغة نفسها. البقرة التي على طبقك ليست مجرد طعام، بل هي نتيجة حسابات بيولوجية أجراها أسلافك لأجيال متتالية دون أن يدونوها أبدا. أما الحيوانات الموجودة في قمة السلسلة، تلك التي لا تفكر أبدا في أكلها، فهي هناك لأن الخطر يكمن في ذلك المستوى بكل أشكاله. الحيوانات المفترسة ليست خطرة في صيدها فحسب، بل خطرة في استهلاكها أيضا. النظام بأكمله بني لإبعادك عنها، وبصا بطريقة ما دون كتب كيمياء ودون مجاهر ودون معرفة بماهية السموم أو تأثيرات الطفيليات. كان أسلافك يعرفون ذلك مسبقا، لقد نقلوا هذه المعرفة بالطريقة الوحيدة التي يسمح بها التطور، جعلوها شعورا بالخطأ.